extrinsic pathway أو المسار الخارجي. قبل ما اشرحه ليك تعالى أفكرك باللي فات. أنا دلوقتي الهدف إني أكون فايبرين وأكون بليتلت بلاج، ويتحد الفايبرين مع البليتلت بلاج ويكون لي ستيبل كلوت. تمام؟ طيب البليتلت بلاج بحصل عليها من البرايمري هيموستاسيس، الفايبرين بحصل عليه من السكندري هيموستاسيس. عشان أكون فايبرين لازم يحصل الآتي: إني أحول الفايبرينوجين لفايبرين، وده مش هيحصل إلا في وجود مين؟ قالك في وجود الثرومبين. طب الثرومبين موجود في صورة غير نشطة اللي هي مين؟ البروثرومبين. وعشان البروثرومبين يتحول لثرومبين محتاج 4 حاجات. محتاج فوسفوليبيد، كالسيوم ايونايزد او ايونات الكالسيوم، فاكتور 5 وفاكتور 10 النشط. فاكتور مكتوب قدامك اكس اي، الاي دي اختصار لكلمة اكتيفيت. تمام؟ طيب نكمل مع بعض. ازاي احصل على فاكتور 10 النشط؟ قالك بحصل عليه من طريقين: يا اما اكسترينسيك باسواي المسار الخارجي، يا اما انترينسيك باسواي المسار الداخلي. النهارده انا هشرح الاكسترينسيك باسواي. يبقى الهدف من المسار الخارجي لانه يتكون ايه؟ قالك تكوين فاكتور 10 النشط. طيب لازم تعرف معلومة مهمة، ان انا عندي تيشو فاكتور او ليه اسم تاني اسمه تيشو ثرومبوبلاستين. ده بروتين موجود في كل انسجة الجسم. بمجرد التيشو فاكتور تمام ما يلمس الدم يبدأ الاكسترينسيك باسواي يتكون عندي. ازاي بقى؟ بص، انا حصل عندي تروما، جرح، التيشو فاكتور اتحرر من النسيج، هيلاقي الدم، التيشو فاكتور ده هينشط لي فاكتور 7 ويحوله لفاكتور 7 النشط. تمام؟ يجري فاكتور 7 النشط ينشط لي فاكتور 10 ويحوله من فاكتور 10 الخامل لفاكتور 10 النشط. تمام؟ وانا عندي كالسيوم ايونايزد فوسفوليبيد فاكتور 5. تمام؟ هنا اللي يحصل قالك يتحول البروثرومبين لثرومبين، اللي هيحول الفايبرينوجين لفايبرين، اللي هيتحد مع البليتلت بلاج ويكون ليا ستيبل كلوت. جميل كده؟ نركز مع بعض. الخلاصة عشان ما تتلخبطش، انا حصل عندي تروما يعني جرح، التيشو فاكتور زائد فاكتور 7 عملوا لي مركب اسمه فاكتور 7 تيشو فاكتور كومبلكس. تمام؟ طيب المركب ده نشط لي فاكتور 10 وحوله لفاكتور 10 نشط. في وجود ايونات الكالسيوم فاكتور 5 فوسفوليبيد، البروثرومبين هيتحول لثرومبين، الثرومبين هيحول لي الفايبرينوجين لفايبرين، الفايبرين هيتحد مع البليتد بلاك ويكون لي الستيبل كلوت. دي كانت حلقة النهاردة بكل بساطة في المسار الخارجي. أتمنى الحلقة تكون مفيدة ويا رب تستفاد منها بحاجة. مستني الكومنتس بتاعتكم ورأيكم في الحلقة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أرسس. باي.